اهلا وسهلا مشاهدينا من كل مكان. النهارده في حلقه تجارب حقيقيه جديده. لو عندك تجربه عاوزها تنزل في فيديو، خش على فيسبوك اكتب جروب تجارب حقيقيه على الفيسبوك، ان شاء الله يظهر لك الجروب بتاعنا، هتسيب تجربتك عليه هتنزل الفيديو الجاي باذن الله. ويلا بينا نبدا ناخد اول تجربه، ما نطولش في المقدمه اكتر من كده. يلا بينا. طب يلا بينا هناخد اول تجربه. معانا احمد من الاسماعيليه. احمد بيقول لي انا كنت شغال في مصنع كراسي كبير قوي. طبعا المصنع ده ما كناش بنبيت فيه ولا بنحب نقعد فيه. المصنع ده اصلا كان تقيل على قلبنا وما بنحسش باي راحه فيه خالص، وكنا بنخاف نقعد فيه اصلا في وقت المغرب. يعني كان المغرب بيجي بنشد حيلنا. طبعا كنا هناك في المصنع ده بناخد الشغل كله طرايح اصلا، علشان اللي يخلص وعاوز يمشي بدري يمشي، اللي عاوز يبيت جنب الشغل بتاعه يبيت. كده كده المصنع شغال 24 ساعه وهم مش خسرانين حاجه. معروف ان انت ليك طاقه اكل في اليوم واحده بس. بيت بقى ما بيتش ولع في نفسك في المصنع. ما كانش فيه اهتمام بالعربي، والمصنع ده كان مرعب جدا لدرجه ان احنا لما كان بيجي علينا المغرب كنا بنبقى عايزين نسيب المصنع ده يا مرعب ونجري اصلا ما نقعدش فيه 5 دقايق. المغرب كان يدن يبقى خلاص جهنم هتتفتح علينا. اصوات مزعجه، حاجات تخبط على شبابيك المصنع، نحس ان في سخونه كتير قوي حوالينا في المكان. لحد ما اللي حصل معانا بقى ايه مش هيتصدق يا مرعب، ولا انت ولا الناس اللي بتسمع. مره واحده يا مرعب لقينا النور بيقطع علينا واحنا خارجين قبل ما نخلص شغل ب10 دقايق في المغرب في المصنع. عملنا ايه يا مرعب؟ بصينا لبعضينا، كل واحد جنبيه واحد صديقه وحط ايده عليه عشان نشوف بعضينا، ما احنا مش شايفين حاجه. فجاه لقينا صوت ضحكه مش كويسه خالص بس من بعيد عن المصنع، بس تحس ان هي جوه ودنك يا مرعب وانت واقف. تبقى واقف الضحكه تحس ان هي معموله لك انت مخصوص، انت بس اللي بتسمعها. لدرجه ان كان في بنات خارجه معانا حطت ايديها على ودنها وكانت بتصوت، وخارجين من الباب تلاقي قدام الباب خط كبير كده طويل من النار يا مرعب. نار يا مرعب. دخلنا جوه تاني، فجاه نلاقي حاجات غريبه بنشوفها على الحيطان بتتحرك زي خيالات كده بس مزعجه، والضحك بقى والرعب بقى واحنا سامعين ان المكان مبني على مقابر قديمه. وعلشان كده كنا بنخاف، لان الموضوع ان هو مبني على مقابر اصلا يا جماعه. وانا ليا واحد صديقي تعب بسبب الموضوع ده، لحد دلوقتي بنعالج فيه وديناه لاكتر من شيخ. لسه لحد دلوقتي صاحبي تعبان ووديته اقسم بالله لاكتر من شيخ. يعني انت حاول انت والناس اللي بتسمعنا تقول لي ايه اللي حصل معانا ده. احنا ما رحناش المكان ده تاني من بعديها، وهي دي كانت تجربتي اللي انا كنت حابب اعرفك عليها. طب انا هسيب الناس اللي بتشوف الفيديو هي اللي تحكم على التجربه دي اذا كانت حقيقيه او غير حقيقيه، ونخش على التجربه اللي بعديها عشان ما نطولش اكتر من كده. يلا بينا. طب يلا بينا. معانا دلوقتي تجربه هدى من المنصوره. وهدى بتقول طول عمري بنت روشه يا مرعب، وبحب ان انا اقدر اتنطط في البيت، بغسل مواعين او بقضي مصلحه البيت لازم ان انا اتنطط واغني ودندن والكلام ده كله. لحد ما جيت في يوم وانا في الحمام بغني عادي وبتنطط وبمسح الحمام وبروق الشقه عادي الطبيعي بتاعنا بتاع كل يوم اللي انا بقوم اعمله. بعد كده دخلت على المواعين في المطبخ بغسل المواعين وبرضه بغني وبرقص. ماما عماله تزعق وتقول لي وطي صوتك الجيران الجيران الجيران، وانا طبعا بهستيريا مش فارق معايا خالص يعني الموضوع تافه. ماما تقول لي وطي صوتك، بسمع من هنا وبطلع من هنا. لكن ماما كانت بتقول لي كده بسبب حاجه تاني ما اتاكدتش منها لما حصلت معايا، وهو ده الرعب اللي انا جاي اقول لك عليه. المهم قمت تاني يوم اقسم بالله العظيم يا مرعب اللي حصل معايا اللي امي كانت بتقول لي عليه. يعني ماما كانت تقعد تعمل لي ازاي هتتلبسي مش عارف هيجرى لك ايه، وانا كنت دايما اقعد اضحك على كلامها اقول لها يا ماما ما عفريت الا بني ادم. لحد والله يا مرعب ما جيت بقول لها برضه نفس الكلمه دي في يوم من الايام، يا ماما ما قلت لك ما فيش حاجه اسمها جن ولا عفريت، ما عفريت الا بني ادم. وفجاه لقيت صوت جاي من جنبي وبيقول لي لا موجود موجود. رحت جاي قايله له بصوت عالي هو مين اللي موجود يا ماما يا ماما. جريت على ماما بره. ماما بتقول لي في ايه يا بنت؟ بقول لها يا ماما وانا بتكلم معاكي وبقول لك مفيش جن فجاه لقيت حد بيقول لي موجود موجود. بقول له موجود مين؟ ضحكه مزعجه كده يا ماما. انا مش عارف اعمل ايه. ماما قالت لي ده في ايه؟ تعال وريني كده بس ما تخافيش، ما انا قلت لك ما تتكلميش كتير وانت في المطبخ والحمام. دخلت انا وماما يا مرعب المطبخ لقيناه كله متكسر حرفيا. بنبص ما لقيناش اي حاجه الا المطبخ بتاعنا متكسر، وكان بدا ان النار تولع فيه والنار هتمسك البيت تحرقه كله. ضربت بالصوت انا وماما نصوت. الناس اتلمت في ايه؟ الناس دخلت المطبخ. ده احنا كنا هنتجنن. المطبخ ما فيهوش اي حاجه متكسره، واللي انا شفته انا وماما ما فيش منه خالص لما الناس دخلت. ازاي الكلام ده؟ وهي دي تجربتي يا مرعب. ممكن تفهمني ايه اللي حصل معايا انا وماما ده يا مرعب؟ احنا كنا هنتجنن. ماما جابت شيخ واثنين وثلاثه قال ما فيش اي حاجه، بس اقسم بالله العظيم حد كلمني وانا في المطبخ ورد عليا بدل ماما. اقسم بالله العظيم يا مرعب. ودي كل تجربتي يا مرعب. يا ريت تقول لي ايه اللي حصل معايا. انا يا اختي مش هحكم على التجربه بتاعتك، انا هسيب الناس اللي بتسمع الفيديو هي اللي هتحكم عليك التجربه دي حقيقيه او غير حقيقيه، وهنخش على التجربه اللي بعديها الاصعب من كده التجربه اللي جايه يا جماعه. يلا بينا. طب يلا بينا.
التجربه اللي جايه مع جرجس، وجرجس اخونا في الوطن بيقول: قسما بالله حياتي بقت جحيم بعد حاجه غلط انا عملتها، هحكي لك عليها يا مرعب. والله العظيم بتندم من يوم ما عملتها لحد دلوقتي ان انا قررت الغلطه دي وعملتها فعلا. وانت دلوقتي هتشوف الغلطه اللي انا غلطتها وتحكم عليا كنت المفروض اعاقب نفسي ازاي. كان ليا حد صديقي عنده كتاب سحر، وانا كان عنده فضول الكتاب، كان عندي في البيت شايله عندي، كان عنده فضول جامد ان انا افتح الكتاب وابص فيه شويه عادي يعني مش مشكله. المهم فتحت الكتاب فعلا وبصيت فيه ولقيت في رموز ولقيت في حاجات كده معينه. فالمهم قعدت اتهته ودندن ومش فاهم حاجه، فزهقت قفلت الكتاب وسبته ونمت عادي. صحيت في نص الليل على حلم والعياذ بالله مزعج قوي طبعا. حلمت ان انا ماشي في غابه وكل الشخصيات اللي انا شفتها في الكتاب طالعه بره الكتاب سابته خالص وبتجري ورايا في حته مهجوره وغابه كده مش شايف فيها حاجه، وانا عمال اجري والشخصيات دي عايزه تجيبني تموتني باي طريقه او تمسكني تعمل فيا حاجه، الله اعلم كانت ايه. بس هو ده الحلم اللي انا حلمته. صحيت تاني يوم على طول بقى طبعا بحاول ان انا اتذكر الحلم. قعدت 4 ايام مش فاكر اي حاجه لحد في اليوم الخامس افتكرت. في اليوم الخامس لما افتكرت حصل معايا اشياء غريبه في البيت. ايه اللي حصل معايا؟ بدات ان في حد بيضربني على وشي وانا نايم، وحد بيحاول يخنقني وانا نايم. بدات ان انا اشوف خيالات حواليا في الاوضه. من تاني يوم بعد ما فتحت الكتاب، تالت يوم واللي هو كان اصعب يوم، لما لقيت الكتاب بيولع ولقيت فجاه الدهلاب اللي كان جوه الكتاب بيولع، وفجاه بقى في اصوات مرعبه، بقى في خيالات اطفال بتمشي في الاوضه اللي انا قاعد فيها. بعد كده يا مرعب بدات حاجات تتكسر في الشقه والنار تولع في اماكن معينه صغيره كده في الشقه. بعد كده جبت شيخ خلص لي الموضوع، بس انا ندمت ندم حياتي يعني انا واقسم بالله بس انا ندمت ندم حياتي. ممكن بقى يا مرعب تعرفني انت والناس اللي معاك ايه اللي حصل معايا بعد اذنك بالظبط؟ لان الشيخ ما فهمنيش اي حاجه، او يعني انا مش هقول لك جبت قسيس ان انا مسيحي والكلام ده، لا جبت شيخ مسلم وهو اللي خلص لي الموضوع كله اقسم بالله. بس انا عايز اعرف ايه اللي حصل معايا ده يا مرعب بك. طيب انا هسيب اخواتنا المرعبين يرد عليك في كومنت ويقولوا التجربه دي حقيقيه او غير حقيقيه، واللي كان بيحصل معاه ايه برضه يا جماعه. اللي يعرف حاجه يقولها له في الكومنت ان شاء الله، ونخش على التجربه اللي بعديها عشان ما نضيعش وقت. يلا بينا. طب يلا بينا. ومعانا ام محمد من البحيره وبتقول لي على فكره انا ست فلاحه قوي وعلى قدي، عندي قطر ارض يعني ورثتها بعد ما جوزي توفى وما عنديش اولاد، يعني انا بروحي في الدنيا زي ما بيقولوا الحمد لله. يعني يا مرعب انا اللي هحكيه لك ده ربنا اللي يعلم حصل معايا، هو شيء مرعب جامد. انا اللي حصل معايا ان انا وانا نايمه كان بيحصل معايا اشياء غريبه. كنت بحس ان في حد بيمشي ايده على جسمي وانا نايمه. كنت في اوقات بسمع صوت بيصحيني بيقول لي قومي قومي قومي. طبعا انا بقوم وببص وبحاول اعرف الصوت ده جاي منين، يعني ما بعرفش خالص، ببقى هتجنن اقسم بالله العظيم يا مرعب. لحد ما جيت حاجات بقت تصحيني من النوم، احلم ان في حد فعلا يا مرعب. يعني والله كنت بحلم ان حد بيمارس معايا علاقه زوجيه كامله في الحلم، وكنت بقوم بحس ان فعلا حد كان بيعمل معايا كده. لحد ما جبت شيخ قرأ عليا قال لي ان انت كان عندك جن عاشق بيحبك، والحمد لله انا حرقته وصرفته والكلام ده. وانا طبعا ايه صدقت، لان بعد ما الشيخ ده انا رحت له فعلا بدات الحاجات اللي كانت بتحصل معايا كلها راحت. فانت برضو انا عاوز اعرف اللي كان بيحصل معايا ده ايه. الجن العاشق ممكن يحب بني ادم فعلا من غير سبب كده؟ يعني انا لو انا مثلا ماليش دعوه بالجن ولا بتخلط في الحاجه دي وماشي في حالي، الجن ممكن يحبني لوحده ويأذيني؟ والله يا صديقتي انا ما اعرفش الجن العاشق ممكن يعمل كده او لا اصلا، بس انا هسيب الرد للناس في الكومنتات ترد عليها. يا جماعه عرفونا الجن العاشق ده ممكن يجي لحد من غير سبب فعلا يأذيه بالطريقه دي ولا ايه بالظبط اللي حصل معاها؟ اللي عنده معلومه ولا اللي عنده فكره يا ريت ما يبخلش علينا يقولها في كومنت على طول. ودي نهايه حلقتنا النهارده. فضلا وليس امرا تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس. ولو عندك تجربه جروب على الفيسبوك تجارب حقيقيه خش سيب تجربتك هتنزل في فيديو.